اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في برنامج قصص من ورا الشاشة. معاكم ريكتر من قناة ريكتر دازت، والنهاردة هنتكلم عن واحد من اكتر الشخصيات اللي اثارت جدل واسئلة بعد عرض الموسم الثالث من مسلسل لعبة الحبار ذا فرونت مان. الشخصية اللي في يوم من الايام كانت انسان عادي، لكن الظروف والماضي قسوا قلبه واخدوا منه انسانيته. فهل فعلا فقد انسانيته للابد، ولا لسه في جوه الحكاية تفاصيل مخفية؟ يلا بينا نكتشف. في كل مشهد ليه بتحس ان في جواه حاجة مش مفهومة، وكأن القناع اللي لابسه مش بس على وشه، ده كمان على قلبه. ناس كتير شافت تصرفاته قسوة من غير مبرر، لكن اللي عارف ماضيها يعرف ان حتى أقسى الناس ليهم حكاية أكبر من ظاهرهم. الغريب ان معظمنا بيتعاطف مع الضحايا وينسى يسأل عن اللي بقوا وحوش، ليه بقوا كده؟ والحقيقة ان ذا فرونت مان واحد من الشخصيات اللي بتنادي سؤال جواك: هل الإنسان بيتولد قاسي، ولا الدنيا هي اللي بتربي القسوة فيه؟ يلا بينا نبدأ. ذا فرونت مان ما كانش دايما قاسي القلب بالشكل ده. زمان كان شاب عنده مشاعر وأحلام زي أي واحد، لكن الواقع الصعب اللي اتولد فيه خلى حياته تتحول بالتدريج من براءة لبرود. كل يوم كان فيه ضغط جديد وخذلان من اللي حواليه. في البداية كان بيحاول يقاوم، يتمسك بإنسانيته رغم القسوة، لكن مع كل أزمة كان بيخسر جزء من روحه. مع الوقت اتعود يكتم مشاعره ويخبي أي ضعف، لحد ما تحول للشخص اللي بنشوفه في اللعبة: بارد، دقيق جدا، وما بيرحمش. ساعات كتير كان بيحس ان نفسه يصرخ او يهرب من اللي حواليه، بس كل مرة كان بيلاقي نفسه اضعف من الظروف. زملائه في مدرسة كانوا بيتعاملوا معاه باعتباره مختلف، وده زاد شعوره بالوحدة. حتى الهوايات البسيطة اللي كان بيحبها وهو صغير فقد الشغف فيها مع الوقت. برغم كل ده كان دايما جواه امل صغير ان في يوم من الايام الدنيا تبتسم له. بس لما الدنيا استمرت تضغط عليه، اكتشف ان الطريق الوحيد للنجاة هو انه يدفن مشاعره ويعيش بعقل بارد وبس. سر التحول الكبير في شخصية ذا فرونت مان هو علاقته بأبوه. الأب كان شخصية قوية وصعبة ومش بيرحم أي ضعف. عمره ما حاول يفهم ابنه أو يسمع له، دايما شايف إن القسوة هي اللي هتخليه راجل. كل خطوة كان بياخدها ذا فرونت مان كانت تحت عين أبوه، وكل غلطة كانت بتترد بأضعافها. ده خلق جواه شعور إنه لازم يبقى أقسى وأشد من كل اللي حواليه علشان يقدر يعيش. الأب كان رمز للقوة، لكنه كمان كان شيطان. هو اللي علم ابنه ازاي يبقى قاسي لدرجة ان انسانيته تضيع منه. كان دايما بيقارن ابنه بأي حد تاني ويقلل من انجازاته مهما عمل. طريقة الكلام معاه كانت اوامر ونواهي، مفيش حنية ولا كلمة طيبة. في البيت كانت نظرات الأب كفيلة تخلي الولد يتجمد مكانه من الخوف. حتى في المناسبات العائلية كان بيحرجه أو يعاقبه قدام الناس. كل ده صنع جواه عقدة نقص وصراع مستمر بين الرغبة في رضا الأب والخوف منه. ذا فرونت مان حياته ما كانتش أرحم لما دخلت زوجة الأب على الخط. ست آسيا مش بتعتبره ابنها نهائيا، ومعاملتها كانت كلها برود أو حتى قسوة متعمدة. دايما بتحسس الولد إنه دخيل على البيت، وكل تفصيلة في حياته كانت دليل إنه مش مرغوب فيه. الإحساس ده زاد جواه شعوره بالعزلة، وكره نفسه أكتر، وخلاه يدور على أي حنية بره البيت لكنه ملقاش. الجو في البيت كان كله خنيق، مفيش دفء أسري، بس المنافسة على البقاء حتى كانت وسط العيلة. كل مرة كانت تلاقي فرصة تهينه أو تصغر منه ما كانتش بتتردد. حتى لو غلط غلطة بسيطة كانت بتضخمها وتعمل منها أزمة. كل احتياج للحنان كان بيرتد عليه قسوة زيادة أو تجاهل تام. إخواته كانوا شايفينه أقل منهم، وده خلى علاقته بكل العيلة متوترة على طول. الجو كله علمه إنه لازم يبقى دايما على حذر وما يثقش في أي حد أبدا. الحياة الصعبة لذا فرونت مان وصلت لذروتها لما لقى نفسه مجبر يدخل لعبة الحبار. في الأول كان عنده أمل يخرج منها زي البني آدمين، لكن سرعان ما اكتشف إن قوانين اللعبة أقسى من أي حاجة شافها قبل كده. التجربة هناك كانت كأنها محو لأي أثر إنساني فيه. كل يوم في اللعبة كان درس جديد في القسوة، وكل خسارة كانت بتخلي قلبه أبرد وأعصابه أشد. حتى لما كان بيشوف الضحايا كان جواه صراع يحس بالذنب ولا يقنع نفسه إنه مجبر زي باقي اللاعبين. بدأ يشوف في عيون كل واحد حواليه نفس الخوف اللي كان جواه وهو صغير. كل مرة كان بيعدي من اختبار كان بيحس انه فقد حاجة مهمة من روحه. حتى النوم كان بيبقى صعب عليه. كل كابوس كان بيرجعه لذكريات البيت والقسوة. الصدمات اللي مر بيها في اللعبة علمته ان مفيش مكان للضعاف هنا، ودايما كان عنده احساس ان مفيش حد هيساعده لو وقع. فبقى يعتمد على نفسه بس، حتى لو اضطر يضحي بأي حد في سبيل بقائه.
رغم البرود اللي بيظهر بيه ذا فرونت مان أغلب الوقت، لسه جواه طفل صغير بيتمنى يبكي أو يحتضن أمه اللي عمره ما حس بيها. أصعب لحظة في حياته كانت لما شاف لاعب زيه بيدافع عن نفسه أو عن حد بيحبه. ساعتها بانت دموعه في صمت، محدش شافها غيره هو وبس. كل دمعة بتأكد له إن الإنسان اللي جواه لسه عايش، لكنه مكبوت تحت طبقات من القسوة اللي فرضها عليه القدر. أوقات كتير بيقعد لوحده بعد نهاية كل لعبة ويسأل نفسه، هو أنا بقيت كده ليه؟ كل ذكرى من الماضي بتعدي قدام عينيه زي شريط طويل من الألم والندم. بيحس أحيانا إن نفسه يصرخ ويرجع طفل صغير من تاني، بس الدنيا ما بترجعش لورا. ساعات وهو بيتابع اللاعبين في صمت، بيشوف فيهم نفسه القديمة وبيحس بوجع مش قادر يشرحه حتى لو حاول يقنع نفسه إنه أقوى. في كل لحظة ضعف بيعرف إن الإنسان الحقيقي عمره ما مات جواه. مرات قليلة جدا كان ممكن تلمح لحظة تعاطف أو شفقة على وشه، لكنها بتختفي بسرعة خوفا من إن ضعفه ينكشف. في النهاية ده فرونت مان بيمثل آلاف البشر اللي اتظلموا أو اتكسرت قلوبهم في العالم. مش دايما القسوة بتطلع من الشر، ساعات بتبقى وسيلة دفاعية قدام حياة مرحمتش. حكاية حياته تستحق تتروي في مسلسل أو فيلم كامل، لأن ورا كل وجه بارد فيه قصة حقيقية من الألم والصراع والضياع. والسؤال الأخير، هل في أمل في لحظة ترجع له إنسانيته، ولا خلاص اللي اتكسر عمره ما يتصلح؟ أوقات بسيطة كان ممكن حد يمدله إيد بالرحمة، لكن الكبرياء أو الخوف كان بيمنعه يقبلها. لو شاف حد بيحاول يخرجه من قوقعته كان دايما بيشك في النوايا، ومع ذلك فكرة إنه ممكن يتغير عمرها ما خرجت من باله حتى لو ما اعترفش بده. لو حد حاول يحكي قصته بصدق، الناس هتكتشف إن القسوة مش قرار دايما، لكنها ساعات بتكون هروب. ويمكن في لحظة صدق مع النفس أو مع حد قريب ترجع له في يوم إنسانيته اللي ضاعت منه. وفي الآخر ده فرونت مان مش مجرد شخصية شريرة، هو إنسان اتكسر تحت ضغط ظروف أكبر منه. حكايات زي دي تخلينا نسأل، إيه اللي ممكن يخلي أي واحد فينا يبقى بارد المشاعر بالشكل ده؟ ولو تعرضنا لنفس الظروف يا ترى هنفضل بشر ولا هنخسر نفسنا زي ما هو خسر نفسه؟ في كل قصة قسوة حوالينا في قصة ألم أكبر بكتير من اللي ظهر للناس. اللعبة دي علمتنا إن أحيانا الظروف أقوى من البني آدم مهما كان قوي. في لحظة ما كل واحد فينا معرض يتكسر ويتحول لوحش وهو مش واخد باله. وسؤال الحلقة، هل في فرصة نرجع زي الأول، ولا اللي بيكسر القلب بيغيرنا للأبد؟ كان معاكم ريكتر، وده كان برنامج قصص من ورا الشاشة. أشوفكم في الحلقة الجاية، ولايتس اوت. You say I make you nervous, a tragedy, a more beautiful disaster, a reckoning, you wonder